مساء الخير على الجميع. اليوم راح احكي على شغله كلش مهمه اعتبرها. اليوم قدرت اوصل الى طريقه معادله المعلمين والمدرسين، مثل ما كاتب مثل ما حاط بالصوره مال الفيلم شغلتك يمي. مهم وصلت. اللي ما شايفني قبل، أنا اسمي حسام، صاحب قناة النجاح قرار للصدفة. أساعد الناس توصل إلى ألمانيا بطريقة رسمية، أما عن طريق الدراسة أو طريقة العمل. أول مرة تشوفني، أول شيء تروح تشوف الفيلم مال دليل القناة، راح تفتهم بالضبط أنت شو تسوي. المهم نرجع لموضوعنا باختصار. صار لي تقريبا أسبوعين أو أكثر، بس شنو بشكل متقطع ابحث عن موضوع شلون واحد كمدرس، يعني انت مدرس جغرافيا وتاريخ، مدرس انجليزي، معلم انجليزي، معلم تاريخ الى اخره، شلون تجي لألمانيا وتعادل شهادتك وتشتغل بشهادتك كمدرس. حلو زين. ورا هذا الفيلم راح اسوي لك شرح كامل بالحاسبه بالتفاصيل، بس هسه راح احكي لك بشكل عام مثل ما كل اليوتيوبريه. انا هسه راح احكي بشكل عام، كلهم يسوون بشكل عام، ما حد يدري شنو التفاصيل. يعني تفوت على فيلم 16 دقيقه يظل يسرد براسك حكي ما تفهم، كل شيء ما تدري، هيك وجيب الاوراق وقدم وحط الموقع، كل شيء ما تفتهم. انا يمي اعطيك الزبده، لا تحير ولا يعني دوخ. زين، اولا معادله شهادة المعلمين والمدرسين معادلة خاصة، ما لها علاقة بمعادلة زاب. اللي يريد يعرف شنو معادلة زاب، كل الشهادات تعادل شهادتها بمكان اسمه زاب، بون، مدينة بون. مهندسين، خريج بيولوجي، خريج اعتقد قانون، هم ما اعرف متأكد. المهم كل الشهادات الباقية تروح بزاب بون، تعادل شهادتها، تدفع 200 يورو تجي المعادلة. الا طبعا نوعين من الناس، الاطباء والمعلمين والمدرسين. الاطباء عرفنا شغلتهم، حاكيها بفيلم ثاني، لكن المعلمين والمدرسين اليوم اكتشفنا شنو الحل. المعادله مالتهم تكون في الولايه اللي انت ناوي تروح بيها. شنو يعني انت تقول انا والله رايد اروح اشتغل مدرس انجليزي في ولايه برلين. وين؟ ولايه برلين. فتروح على ولايه برلين، راح اعلمك شلون بالحاسبه. تكتب انه اني اريد اقدم على اصير مدرس، راح اعلمك شلون بالالماني تكتب. تطلع لك التفاصيل، تطلع لك الفورمه، الانتراج، الطلب، يعني دين انتراج، حفظ هاي الكلمه، دين انتراج يعني الطلب. تملي الطلب، ترسله للجهه المعنيه، شهاداتك، تصديقاتك، كذا، نسخه طبق الاصل. شلون تسوي نسخه طبق الاصل؟ تروح تشوف الفيلم شلون تاخذ موعد بالسفاره الالمانيه وتسوي نسخه طبق الاصل للسفاره الالمانيه. هاي تروح تشوف دليل القناه، راح تفتهم كل شيء. تسوي نسخه طبق الاصل، تعادل شهاداتك، ونسخه طبق الاصل، تملي الفورمه والمتطلبات اللي هم طالبينها منك حسب الولايه اللي انت راح تروح تقدم بيها، وتدزها بالبريد. حلو؟ تدزها بالبريد. تجيك المعادله، شو يقول لك؟ يقول لك هاي معادله جزئيه، الا تجيب لنا مستوى لغه C1 او C2. يعني بعض الاختصاصات يحتاجون منك فقط C1، مستوى لغه C1. ما تعرف شنو لغه C1، تروح تشوف مسوي لك حلقتين بالقناه على اللغه الالمانيه، حلقتين. واحده شلون تتعلم اللغه الالمانيه ببلاش، والحلقه الثانيه ليش اللغه الالمانيه لغه سهله، لاني تشوفها راح تفتهم. فانت شو تسوي؟ انت تدز الاوراق مالتك للمعادله، خلينا نقول ولايه برلين او ولايه بادن فوتنبرغ. هذا اليوم راح اشرح لك على ولايه بادن فوتنبرغ. تملي الاوراق وترسلها بالبريد، تجيك معادله جزئيه، يقول لك يابا لازم توصل الى مستوى C1، يجيب لنا C1 نعطيك المعادله الكامله. معادله كامله شنو يعني؟ تاخذ اوراقك وتروح تقدم، تقول لهم انا مدرس بدي اشتغل، تيها بعد. زين، انت بدورك شو تسوي؟ لازم بالعراق تدرس الى مستوى الB1. شنو مستوى الB1؟ قلنا اي واحد، اي اثنين B1، تدرس الى الB1، وعندك المعادله الجزئيه مال المدينه، جتك مال الولايه راح تشتغل بيها، تروح تقدم على فيزا بحث عن عمل
بالسفاره الالمانيه. حلو؟ شو تقول لهم؟ تقول لهم يابا هاي المعادله الجزئيه مالتي مال المدرس او معلم، وهاي شهاده البي اينز، اريد فيزا اروح الالماني اتعلم لغه الى مستوى السي 1 او مستوى السي 2. لغه لازم تروح تتعلم. وانت توصل الى مستوى السي 2 او السي 1، انا برايي واحد ممكن من 3 اشهر الى 6 اشهر يوصل الى هذا المستوى بالمانيا بعد ما يخلص البي 1. طبعا انتنسيف مكثف لازم. من توصل لهذا المستوى صرت خلاص انت مدرس، تروح تشتغل مدرس باختصاصك، تاريخ، انجليزي، جغرافيا، رياضيات، فيزياء، كيمياء. واضحه؟ خليك وياي. وهذا الفيلم هسه راح يبدي بالحاسبه، انا بدي اشرح لك بيه هسه راح يبدي. تحياتي. مثل ما شرحت لك قبل شويه، اليوم راح نحكي عن المعادله مال خلينا نسميها المدرسين والمعلمين. زين، مثل ما حكيت لك بشكل عام، قلت لك يابا ابو الشباب عيوني، لازم تروح، يعني لازم تختار الولايه اللي انت رايد تشتغل بيها مدرس. اول شيء تسوي تحدد الولايه، تقول والله انا رايح في بايرن او انا رايح في بادن فوتنبرغ. اذا ما تعرف الولايات الالمانيه اكتب بالجوجل الولايات الالمانيه، راح تطلع لك اساميها حتى بالعربي. اختار الولايه اللي انت تريدها. حلو؟ زين، قول انت اختاريت. انا اليوم راح اخذ مثال وهي بادن فوتنبرغ، الولايه اللي انا عايش بيها. شو تسوي؟ تكتب هاي الجمله بالجوجل اللي هي Anerkennung، يعني معادله، und Bewertung وتقييم eines ausländischen Lehrdiplom، يعني ausländischen Lehrdiplom يعني الدبلوم مال شخص اجنبي. حلو؟ وراها شنو تكتب؟ تكتب وراها اسم الولايه اللي انت ناوي تشتغل به. بادن فوتنبرغ، برلين، نورد راين فيستفالن، بايرن und so weiter. اوكي؟ الى اخره. فانا ايش راح اسوي؟ قلت لك راح اطب على هذا، مو توصل على هذا. طبعا طلع لي هذا اللينك، فتحته. هنا انا شنو طالع لك؟ طلعت لك المعلومات كلها. خوش يابا. هنا انا ايش كاتب لك؟ كاتب لك يابا انت مدرس مال جروندشوله ابتدائيه ومتوسطه واعداديه، شغلتك يمي. انت مدرس مال مدارس خاصه، يعني مال الناس ذو احتياجات خاصه الى اخره، شغلتك يمي. اذا انت مدرس مال اعداديه علمي، يعني كيمياء رياضيات كذا سادس علمي، شغلتك يمي. او انت مدرس مال صناعه، انت مدرس مال صناعه يعني مدرس تقني كهرباء الى اخره، فشغلتك يم. زين، شو تسوي؟ هنا انا كاتب لك كل التفاصيل. اولا هذا تجي هنا تشوف هذا الانتراج، انتراج اي ان تي ار اي جي، انتراج يعني الطلب. تضغط على هذا الطلب. حلو؟ طلع لك هذا الطلب. هذا الطلب هو انت اللي لازم تمليه. هنا أنا اسمك، النامه والفورنامه، اسمك واسم السير نيم يعني اللقب، مثل ما مكتوب بالجواز العراقي. تملي هاي المعلومات شطراز. طبعا الكلمه اللي ما تعرفها تاخذها تحطها بالجوجل ترانسليتر تترجمها. حلو؟ واذا ما عرفت اكتب لي انا اقول لك شنو معناها. هنا أنا معلوماتك، تليفون، هنا أنا اللاند، يعني انت تريد تدرس في ولايه بادن فوتنبرغ في مدينه بادن بادن، فتكتب هنا مدينه بادن بادن. زين، هنا أنا شو تسوي؟ معلوماتك، الجنسيه مالتك، ميلادك، بيا دوله انت، بيا مدينه مولود، نوع الفاميليا نشتان، شنو حالتك الزوجيه، هل يعني حالتك الاجتماعيه، هل انت اعزب، متزوج او مطلق، شنو مالتك القشلشت يعني الجنس مالتك، فايبلش انت انثى يعني انت انثى او رجل مينلش الى اخره. تكمل. هنا أنا تكتب لي ايش درست، وين درست ابتدائيه، وين درست متوسطه، وين درست
اعداديه تكتب هنا الاورت المدينه واللاند. يعني مثلا تكتب انا خلصت اعداديه في بغداد اللاند عراق. شو وقت؟ من تاريخ 2001 الى 2007 وهكذا. زين تجي هنا انت تقول له هنا انا شنو درست؟ وين؟ تقول له انا درست في مثلا كليه التربيه اوس بلدنغلاند يعني بالعراق المدينه بغداد. النامه دير هوخشوله خلينا نقول التربيه ابن الهيثم من 2007 الى 2011 مثلا. ابشلوس هل انت تخرجت؟ تقول له نعم انا ابشلوس. طبعا شلون تكتب على هذا البي دي اف؟ تنزل البي دي اف بالحاسبه وتنزل برنامج اسمه ادوب يسمح لك تكتب على البي دي اف. زين هنا تكتب اذا عندك شهاده ثانيه الى اخره. زين هسه يقول لك انت الفاخ انت شنو دارس فاخ؟ يعني شنو الاختصاص الدقيق؟ تقول له والله انا رياضيات، او تقول له انا رياضيات وكيمياء، او تقول له انا رياضيات وكيمياء وفيزياء ادرس. انا ما اعرف هاي تفاصيل يمكم. زين هنا شنو هي الامتحانات اللي انت سويتها؟ وشنو هي الرقم مال الامتحان؟ وش قد اخذت درجه؟ ويا جريد اخذت؟ هاي هاي المدرسين يعرفوها انا ما اعرفها. زين انت مسوي براكتيكوم كمدرس او انت بيشتغل كمدرس؟ وين درست؟ شنو درسته؟ من وين لي وين؟ شنو نوعيه المدرسه درستها؟ يا مرحله دراسيه درست؟ كم ساعه بالاسبوع درست؟ واضحه. زين هنا نفس الحاله، هاي نفس الفوق. يعني اذا تكتب مرتين يعني انت مدرس بمدرستين. زين انت مدرس للابتدائيه يعني من صف او صفر الى صف 4، او انت مدرس مثل شتوفه من صف رابع، من رابع ابتدائي الى صف 10، او سكندوغ شتوفه يعني من صف 12 الى 13. هنا الصفوف في المانيا مختلفه مو مثلنا بالعراق ابتدائيه متوسطه اعداديه، لا هنا من الصفر الى 13 يعني يظلون كلاسه يصعدون. او انت مدرس في مدرسه خاصه، او انت مدرس بغوف لششولين يعني صناعه، يعني نجار، حداده، نجاره، الكترونيك، كهرباء الى اخره. زين هنا تكتب بغوفس اخفارونج يعني مالتك قول وياي الاخفارونج يعني الخبره. تقول العراق درست رياضيات من 2010 الى 2014، مدرسه الجواهري البنين، درست صف رابع عام، درست 40 ساعه بالاسبوع. واضح؟ هاي كلها تمليه نفس الشيء. زين كمل. هنا زونستكس يعني اشياء اخرى تكتب تقول والله اني صحيح مدرس بس اني مثلا كنت اخذ يعني تقويه للطلاب بالعطله اقويهم مثلا. تكتب هنا اشياء ثانيه، او انت فت فعاليات او دورات ماخذها الى اخره، او انت مؤتمرات مشارك بيها. زين ديفيشن دوش شباب الفوضى غير توزيع ما يقولون الفيلم عنده زين هنا ايش كاتب لك؟ يقول لك يابا ترى احنا المعادله الكامله ما ننطيك اياها الا تجيب لنا شهاده لغه مثل ما قلت لكم. زين شو يقول لك؟ يقول لك لو تجيب لي شهاده لغه مستوى C2 يعني ما يعادل C2، او تجيب لي شهاده لغه C1 ومسوي شبراخ كولوكيوم يعني مسوي ندوه باللغه، يعني ندوه زائد C1 تعتبر شهاده C2، او تجيب شهاده C2. شلون تجيب شهاده C2 شرحت لك بالبدايه. زين وش يقول لك؟ يقول لك يا ريت انه انت تقدم مالتك مال اللغه مع تقديم هذا الطلب، او بعدين تقدمه ناخذ ريجلش فورد سوليجن.
بعدين يعني بعدين تقول انا اجيبه. زين هنا أنا هذا عباره عن اكليرونج اشهابه ان انا من زين شو تقول له؟ تقول له يابا ترى انا بنفس اللحظه قدمت معادله في غير ولايه، فتكتب له اي وين لا، او تقول له لا. زين او تقول له واحد انا قدمت مالت الطلب في غير ولايه يا نعم، لكن وتقول له شنو كانت الارقام بالنسبه، يعني مثلا تقول انا قدمت بغير ولايه وجتني موافقه، او تقول له اجاني رفض، تقول له او تقول له انا بعدني ما مقدم، فانت تقول 99 يعني لا، وهنا اورت المدينه بغداد، داتوم خلينا نقول تاريخ اليوم 7/6 الى اخره، وهنا توقع. خلصت وقعت. زين هنا شو يقول لك؟ يقول لك يابا من تدز الطلب نريد هاي الاوراق ويا الطلب. شنو هي هاي الاوراق؟ شهاده الاعداديه، ليبنزلاوف، سي في مالتك، السي في شنو درست وين درست الى اخره، شهاده المعهد مالتك او شهاده الكليه مال التدريس. زين شهاده المعهد بالمواد اللي درستها بالمعهد او الكليه بالدرجات، ترانسكريبت اوف ريكوردز. زين انطيني ناغفايز، انطيني ورقه تثبت انه انت عندك خبره، وين درست وشنو درست لازم تكتب لنا اياها. هنا أنا رقم 6 كاتب لك تقدم لي اللغه مالتك، شهاده اللغه C1 او C2، بس ايش كاتب لك؟ then for handing اذا كانت عندك، يعني معناها انت تقدر تقدم الطلب للمعادله حتى وان كان ما عندك شهاده اللغه، يعني تبلش بالمعادله وبنفس الوقت تبلش لغه، تمشي المعادله مالتك. من توصل للمرحله يقول لك يابا راح نعطيك المعادله بس جيب لنا شهاده اللغه، تقول لهم اوكي صبروا خليها يمكم، او انطوني الورقه شنو وين وصلت الطلب مالتي، وين وصل، اعطوني ورقه تثبت انه انا وين وصل، ومن اجيب السي اينز اجيكم. انت تاخذ الورقه او هذا الطلب الجزئي وتروح للسفاره مثل ما حكيت لك. زين طالبين منك بيان ولاده، طالبين منك عقد زواج اذا انت متزوج، وطالبين من عندك اوزفايز يعني نسخه من الجواز مالتك، او اذا انت مقيم بالمانيا نسخه من مالتك مال المانيا يعني الاقامه. زين يقول لك كل هاي الاوراق اللي راح تدزها لازم تدزها نسخه طبق الاصل. يعني شنو نسخه طبق الاصل؟ يعني تاخذ الاوراق مالتك الاصليه كلها بالانجليزي مصدقه من الخارجيه، تروح تسوي موعد بالسفاره الالمانيه. شلون تسوي موعد بالسفاره الالمانيه؟ تروح اكو مسوي لك حلقه بالقناه شلون تحجز موعد بالسفاره الالمانيه. شو تقول لهم؟ تقول لهم يابا اريد نوتار، اريد اسوي نسخه طبق الاصل. تروح للسفاره تحجز موعد، تروح تودي الاوراق الاصليه، ياخذون الاوراق الاصليه مالتك يسوون منها كوبي نسخه، ويطلع واحد بالسفاره يختم عليها يقول هاي الاوراق انا شفتها الاصليه بعيني واني هاي النسخه هي طبق الاصل. فشو تسوي؟ تدز ويا هذا الطلب مالتك النسخ الطبق الاصل اللي هي عباره عن نسخ مختومه من السفاره الالمانيه الى هاي الجهه مع هذا الطلب. واضح عملي؟ واضح هاي العمليه؟ زين اوكي حلو حلو. ايش كاتب لك هنا؟ كاتب لك الطلب تقدر تدزه بالايميل، يعني انت مو تروح تسوي معادله بالسفاره الالمانيه، تسوي مو معادله يسويها نسخه طبق الاصل، تجيب تاخذ الاوراق مالتك كلها اللي موقعها الطلب وكل الاوراق تسوي لهن سكان وتدزها على هذا الايميل، ما يحتاج تدزها بالبريد، هاي بعد اسهل. انا كاتب لك جيرنا دورفين
Eigen Antrag zusammen mit anderen geforderten Dokumenten elektronisch übermitteln. واضحة العملية؟ ألس PDF لازم تدزها PDF مو تدزها وورد. هاي بعد الشغلة أسهل. زين. هنا وصلنا للأخير. آخر شغلة أقولها إلك قبل ما أسد الفيلم. كلفة هاي المعادلة هو فقط 250 يورو. أنت ب 250 يورو عادلت شهادة المعلم والمدرس. تجيب شهادة لغة B1 مع المعادلة الجزئية اللي راح تجيك من دول الناس اللي راح تدزها لهم بالإيميل. تروح تقدم على فيزا بحث عن عمل في السفارة الألمانية مع حساب مصرفي مغلق. شنو أنواع الحساب المصرفي المغلق؟ تروح تشوف الحلقة مال أنواع الحساب المصرفي المغلق اللي هو مقداره 5100 يورو. راح تفتح حساب في ألمانيا مغلق بهذا المبلغ على مود تثبت أنه أنت تقدر تعيش لما توصل الألماني. 250 يورو زائدا 300 دولار امتحان اللغة مال B1 زائد 5100 يورو فلوس الحساب المصرفي المغلق. يعني رسميا انت توصل الألمانيا يمكن ب 500 دولار. 500 دولار لأن ال 5100 هي فلوسك. فراح تنزل بألمانيا هي إلك تاخذ من عندها وتصرف على مود تعيش. يعني عمليا انت اذا سويت هاي الخطوات راح تصرف فقط 500 إلى 600 دولار أو 700 دولار بالزايد وتوصل الألماني. أنا هنا وصلت للنهاية. أتمنى التوفيق للجميع وأتمنى كنت واضح في شرح هاي المعلومات. تحياتي.